السلام عليكم. كلمتين باختصار. لو بتدعي ربنا كتير بأدعية مستجابة وبتصلي قضاء حاجة وبرضه مفيش إجابة، يبقى أكيد الفيديو ده ليك. لو بتدعي ربنا بأدعية كتير مستجابة وتصلي قضاء حاجة وبرضه مش لاقي إجابة لدعائك، أكيد هيبقى سبب من الأسباب اللي أنا هقولها لك دي. أول حاجة، أصلح ما بينك وبين الله، فإذا صلح الود بينك وبين الله يفتح لك كل الأبواب. تاني حاجة، أصلح ما بينك وبين والديك، فرضا الوالدين يفتح لك الأبواب المغلقة وغضبهم يقفل كل الطرق المفتوحة. تالت حاجة، الظلم ظلمات، ظلمك لنفسك وظلمك لأهل بيتك وظلمك لأبوك وأمك وظلمك للناس وظلمك لأي حد. الظالم لا يخاف الله، وربنا قالك فقد خاب من حمل ظلمه. ازاي ربنا هيستجيب لك؟ اكيد لا. رابع حاجة، انت ما بتذكرش ربنا غير في وقت الشدة، وربنا مش عايز كده. ربنا عايزك تذكره في وقت الرخاء وفي وقت الشدة. ما ينفعش تذكر ربنا وقت الشدة بس، ده هيبقى غالبا سبب من الأسباب الكبيرة إن ربنا مش هيستجيب لك، لأن أنت ما بتفتكروش إلا وقت الشدة. خامس حاجة، لم يأتي وقت إجابة الدعاء، ده مش وقت إجابة الدعوة دي. دلوقتي ممكن يبقى شر ليك، ممكن يبقى انت مش اهل للدعوة دي دلوقتي، ممكن يكون ربنا عينها لك لحاجة احسن وحاجة افضل بكتير من اللي انت عايزه، ودي حاجة بتاعت ربنا بيبقى مدخرها لك لحاجة تانية افضل، هو اعلم منك. سادس حاجة، المال الحرام. اطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. لو قبلت الحرام في اكل بيتك، في اكلك، في حياتك، وفي بيتك، وفي المال اللي انت بتكسبه من اي حاجة، عمر ربنا ما هيستجيب ليك. أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. حاجات بقى صغيرة هنقولها هتسهل عليك حاجات كتير قوي لما تيجي تدعي ربنا. لازم صلاتك تبقى في وقتها وجماعة. لما تيجي تشتغل اشتغل بإخلاص، واسعى على رزقك بإخلاص. الرضا بما قسم الله لك، والحمد لله على كل نعم وفضله عليك. الشكر لله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أسباب كتير، أغلبها الحاجات اللي احنا قلناها. خلاصة القول، أصلح ما بينك وبين الله، وكن برا بوالديك، ولا تظلم أحدا، وأطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. سلام الله عليكم.